للحديث أكثر حول اليورو ينضم إلينا من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمدو. أهلا وسهلا بك معنا باسل. اليوم إنجلترا تواجه سلوفاكيا، والمنتخب الإنجليزي الذي وصل لنهائي النسخة الماضية لم يقدم شيئا يذكر يعني حتى الآن بالرغم من تصدر المجموعة. هل تكون البداية من الأدوار الإقصائية؟ يعني أعتقد بأنه اليوم مباراة صعبة جدا على المنتخب الإنجليزي، ليس فقط لأنه المنتخب الإنجليزي عانى في الدور الأول، لكن لأنه المنتخب الإنجليزي ربما سيحتاج أيضا إلى لاعب سيغيب عن ربما أحد الأشواط، لاعب مهم جدا. قبل قليل يعني وصلنا إلى مركز إعلامي بأنه اللاعب كيران في تمرين الأمس عانى بشكل كبير من الإصابة، ربما لا يستطيع اعتماد عليها اليوم المدرب ساوثغيت. لكن ساوثغيت ماذا فعل تحديدا في هذه المباراة ولتشكيل هذه المباراة؟ بعض التصريحات الإعلامية تقول بأنه سيعتمد في هذه المباراة على كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، لأنه أرنولد فشل في خلق كرات تناسب بيلينغهام وهاري كين، وبالتالي إضافة كبيرة للهجوم عن طريق خط الوسط، عن طريق دعم كبير من خط الوسط، وهذا بالتحديد ما كان يعاني منه المنتخب الإنجليزي في الفترات الماضية. لكن حتى هذه اللحظة لم تتوقف انتقادات وسائل الإعلام الإنجليزية وحتى الجماهير، قالت بأنه في هذه المباريات الكبيرة نفتقد إلى جريليش ونفتقد إلى راشفورد، لأنه يعني راشفورد وجريليش صراحة لاعبين يقدمون مستوى عالي جدا في وسط الميدان، يقاتلون وهو ما يحتاجه في هذه المباراة أمام منتخب عرف عنه في هذه البطولة بأنه مقاتل حقيقي وكما كأنه في معركة. نستطيع القول أنه بعد الانتقادات الكثيرة باسل اللي يتعرض لها ساوثغيت أنه بقاؤه بعد اليورو فقط مرتبط باللقب؟ الكل يقول هنا بأنه إذا ما خرجت إنجلترا اليوم سيذهب مباشرة ساوثغيت إلى منزل ولا يذهب إلى الاتحاد الإنجليزي كرة قدم حتى لبحث الأمور، لأنه صراحة الانتقادات التي تعرض لها وتحديدا من شخصيات كبيرة جدا، أتحدث عن جاري لينكر، أتحدث عن جاري نيفل، في وسائل الإعلام الإنجليزية الرسمية يتم الحديث على أنه ساوثغيت لديه أفضل تشكيلة ولكنه لا يستطيع التعامل معها. طالب على سبيل المثال جاري لينكر وقال بأنه يجب على ساوثغيت إجراء 3 تغييرات مهمة، وكما كان أحداها طبعا اليوم كوبي ماينو. لكن صراحة عندما تصل وسائل الإعلام الإنجليزية إلى هذا المستوى من الانتقادات، أعتقد بأنه ورقة ساوثغيت باتت محروقة جدا، وبالتالي يجب عليه المغادرة بعد هذه البطولة مباشرة. استهلك كل الوقت المتاح. دعني أنتقل معك باسل لمواجهة إسبانيا وجورجيا. هنا المنتخب الإسباني الذي حقق العلامة الكاملة أمام مواجهة يعني ممكن أن تكون سهلة اليوم، ولو أنه جورجيا قدمت بطولة تاريخية واستطاعت الفوز على البرتغال. صحيح؟ صحيح، ولا يعتقد أيضا دي لافوينتي بأنها مواجهة سهلة، وتحديدا أمس قال لوسائل الإعلام أنا أعلم جيدا من هو ويلي سانيول، هو مدرب لديه خلفية سابقة أيضا في كرة القدم تدعمه بشكل كبير في سجله التدريبي، مدرب حول المنتخب إلى منتخب تكتيكي على مستوى عالي جدا من أهم المنتخبات. لذلك تحديدا سيعتمد في هذه الأمسية المنتخب الإسباني على يامال. قال بالأمس عن هذا اللاعب بأنه هو لاعب ليس فقط موهبة صغيرة بل يحتاج إلى الخبرة، وهو ما سأفعله في هذه البطولة وهو ما سأعتمد عليه في هذه البطولة. اليوم ستعتمد إسبانيا على مهاراتها الفردية في فك أو فتح ثغرات في المنتخب الجورجي. لماذا؟ لأنه صراحة المنتخب الجورجي من المنتخبات المعروفة جدا بتماسكها، ولا تتيح أيضا للمنتخبات الأخرى أي ثغرة للدخول إلى خط الهجوم. لابد من الحديث أيضا باسل عن مشاكل التنظيم التي يبدو لا تنتهي في ألمانيا. أمس شاهدنا في مباراة ألمانيا والدنمارك كيف توقف اللقاء بسبب هطول الأمطار الكثيف على الجماهير، والبعض يرجع ذلك إلى يعني سوء مستوى البنية التحتية. وحدثني بالأمس عن أنه ليس هناك تحضيرات كافية ربما من عام 2006 لحد اليوم لجاهزية استقبال ألمانيا لهذه البطولة.
أصبح يعني بإمكاننا القول أنه ألمانيا ليست جاهزة لليورو، وأنه يعني سقطت ألمانيا وكل المستويات العالية من التنظيم لديها في اختبار يورو 2024؟ هذا الحديث تحديدا اليوم كان مفتوح في العديد من وسائل الإعلام وأيضا على مستوى اللجنة المنظمة. هل يمكن لألمانيا أو اللجنة المنظمة تدارك الموقف الآن؟ بكل تأكيد لا، لأنه اللجنة المنظمة تحتاج لتدارك الموقف لإعادة تهيئة البنية التحتية إلى موافقات تستمر لعدة شهور حتى تتمكن من ذلك، وبالتالي هي تتعامل فقط مع المتاح. نفس الثغرة التي حصلت بالأمس هي حصلت في مباراة سابقة. ما يقال هنا بأن اللجنة المنظمة تتعامل مع الأمر الواقع وتريد تمرير أكبر عدد ممكن من المشاكل بأقل الخسارات. يمكن القول بأنه الجو العام هنا في ألمانيا يشير إلى أن ألمانيا فشلت في تنظيم هذه البطولة كما هو متوقع منها. للأسف. أيضا باسل، سمعنا عن سبب إيقاف اللقاء لم يكن فقط سوء الأحوال الجوية، هناك حديث عن صعود شخص مجهول لسطح الملعب، في هيك شيء؟ شو القصة؟ نعم، تحديدا في الساعة 10:27 عندما كان يريد الحكم إعادة المباراة تفاجأ بأحد موظفي الاتحاد الأوروبي الموجودين في المباراة بأنه يبلغ أحد الأشخاص صعد على السطح، وهناك هليكوبتر وشرطة تحاول إنزاله إلى أرض الملعب. طبعا الشرطة الألمانية تحدثت بشكل رسمي عن هذا الموضوع اليوم وقالت بأنه لم تعلم دوافع هذا الشخص، لكن هي قامت بالسيطرة على الوضع وليس إنزاله. ملاحظة، هي بالسيطرة على الوضع وأعطت الحكم إشارة خضراء بأن يتابع اللقاء. عملية إنزاله من السطح استمرت حتى ساعة كاملة بعد المباراة، فلذلك صراحة يعني كان هذا مستغرب جدا بالأمس في وسائل الإعلام. إذا ما كانت هذه الأمور تحدث في مباريات مهمة بهذا الشكل، كيف سيكون شكل ربما النهائي والأدوار النهائية؟ من المهم جدا الآن التعامل مع الموضوع الأمني بشكل أكبر بتدقيق أكبر تحديدا على مستوى الأمن الداخلي للملاعب. فعلا باسل، يعني حتى ولو تأخروا كما ذكرت بتدارك الأمور ربما وبتدارك يعني أنه يلحقوا الوضع أو البنية التحتية، ولكن على الأقل لإتمام المواجهات بأفضل شكل ممكن. أشكرك كل الشكر لتواجدك معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمد، وشكرا جزيلا دائما لتواجدك معنا. شكرا. ختام أخبارنا مشاهدينا لهذه الساعة، اللقاء يتجدد بكم على رأس الساعة. شكرا للمتابعة. للمزيد عن أسعار السلع والمعادن زوروا موقعنا على الإنترنت snabusiness.com. الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، ما فيش مكان آمن. هناك مشهد آخر، مظاهرات شارك فيها المئات من الفلسطينيين مطالبين بوقف إطلاق النار.